كنت دايما بسمع أبويا بيقول الأذية مفيش أسهل منها. ما عرفتش معنى الجملة دي غير لما جربت الأذية بجد. أول مرة في حياتي أدخل قبر، عايز أكلم كل اللي حواليا وأقول لهم إني عايشة، لكن مش عارفة. أنا متكفنة وأبويا وأخويا بينزلوني جوه التربة، عاوز أصرخ لكن مفيش صوت بيخرج مني. مفيش دقيقة واحدة وسمعت صوت باب القبر وهو بيتقفل. أنا وسط أكفان كتير بس أنا لسه عايشة. كنت شايفة جوه القبر كويس، أيوة شايفة الكفن اللي جنبي بيتحرك وبيتقطع وخرج منه جثة وقعدت. كل ده بيحصل قدامي والجثة بتلف وبتبصلي. صرخت إن ده يبقى شيطان. قبل ما نخش في قصتنا يا ريت تستعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتقول لنا رأيك. القصة دي مستوحاة عن أحداث حقيقية يا صديقي، ويلا بينا. لسه عايشة بعد المعاناة اللي عشتها، عايشة وعندي طاقة إن أكتب مذكراتي. يمكن لو حد قرأ المذكرات مش هيصدق اللي حصل، لكن كفاية إني مصدقة الواقع المرير اللي أنا عشته. يمكن لسه مصدومة من اللي عرفته، يمكن برضو ما رجعت زي الأول. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي زينة، 27 سنة، عايشة مع بابا وماما. ليا أخت اسمها منال وأخ اسمه سعيد، وأنا أكبر إخواتي. إحنا من القاهرة. أنا خريجة كلية حقوق وحلمي إن أكون محامية مشهورة. أنا على قدر عالي من الجمال، كان بيجيلي عرسان كتير وكنت برفض بحجة إني بكمل تعليمي، لكن الحقيقة مش كده. أنا كنت بدور على مواصفات معينة ملهاش علاقة بالشكل قد ما ليها علاقة بالشخصية. قصتي بتبدأ من أجازة آخر السنة. وقتها كان سني 22 سنة لما قرر بابا إننا هنروح نغير جو في الساحل الشمالي. كلنا كنا مبسوطين وسافرنا وقعدنا في الشاليه بتاعنا هناك. كنا بننام في النهار ونخرج نسهر بالليل، مظبطين يومنا على كده. لحد ما في يوم كنا سهرانين بره واخويا سعيد اتخانق مع واحد هناك، لكن فجأة لقيت واحد اتدخل ودافع عن اخويا اسمه كريم. كريم شاب وسيم عنده 25 سنة. اتعرفنا عليه وكلنا عرفنا انه زينا من القاهرة وانه خريج كلية آثار. وقعدنا في الساحل اسبوع، كل يوم كنا بنشوف ونتقابل ونتكلم. بصراحة دخل قلبي وحبيته. كنت حاسة انه عايز يلمحني بحاجة بس محرج. خلصت الأجازة ورجعنا البيت، وعدت فترة كلنا كنا مش بنتقابل فيها أنا وكريم ولا حتى بنتكلم، لأن ببساطة ما سبناش لبعض أي وسيلة اتصال. كنت زعلانة، كنت حاسة إني نفسي أشوفه. خلصت الأجازة وكنت بستعد لآخر سنة في الكلية. نزلت، وأول ما رجعت الجامعة صحابي كانوا يوحشني جدا. قعدت معاهم وفضلنا مع بعض اليوم كله. بس في واحدة كانت دايما كرهاني في الكلية اسمها ندى، بتقول عليا كلام مش كويس. وأنا راجع البيت في اليوم ده حسيت إن في حد ماشي ورايا. اتلفت وكان كريم. قلت له إيه الغيبة دي كلها، وسلمت عليه وطلب مني طلب غريب شوية. قال لي ممكن نقعد في كافيه، عاوزك في موضوع مهم. بصراحة وافقت، وقلت في الآخر برضو ده مكان عام. وقعدت معاه وقال لي بقى بصي، أنا معجب بيكي وعايز أتقدم لك. حسيت إن دماغي بتروح، ما كنتش عارف أرد من الفرحة. وقلت له أنا ما عنديش مشكلة، ورجعت البيت وأنا متفق إنه هيجي بكرة يتقدم لي. تاني يوم رحت الجامعة عادي وخلصت المحاضرات وقعدت مع أصحابي شوية. لقيت شاب جاي ناحيتي وبيقول لي ممكن كلمة على الانفراد. قلت له على انفراد ليه؟ اتكلم عادي، دول أصحابي. اتكلم وقال أنا اسمي إسلام عبد الله، أنا معاكي من سنة أولى، وبصراحة أنا معجب بيكي وعايز أتقدم لك. وصحابي ضحكوا، خصوصا إن الشاب ده على قد حاله. واحدة صاحبتي قالت له معلش جيت متأخر، ده هتتخطب النهاردة. الشاب كان محرج من الموقف ده كله، كان في نفس الوقت مصدوم من اللي سمعه ومشي. رحت وراه واعتذرت على الموقف وقلت له أنا زي أختك برضه. ورجعت البيت وفضلت مستنياه بالليل يجي وفارغ الصبر. فعلا على الساعة 8
كريم وأهله زارونا في البيت، وكريم طلب إيدي من أهلي. كنت قايلة لأهلي إني موافقة. فعلا اتخطبت أنا وكريم، وصحابي حضروا الخطوبة، كانوا فرحانين جدا. والغريبة إن إسلام جه معاهم، كان واقف على ملامحه وزعل وحزن، وقال لي ألف مبروك ومشي. عدى اليوم ده ودخلت أنا وأختي ننام. وعارفة يا منال، أنا النهاردة أسعد إنسانة في الدنيا. عارفة يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب. لقيت رسالة جاية على تليفوني من رقم غريب مكتوب فيه مش هسيبك. بحثت على الرقم ملوش صاحب، ووريت رسالة منال. قالت لي ده مين ده؟ قلت لها معرفش. في اليوم ده نمت وحلمت حلم غريب قوي. حلمت إني في مكان أشبه بمعبد، مكان حلو، كل حجارة كبيرة منقوش عليها حروف وكلمات مش مفهومة. دخلت أكتر جوه المكان، ظهر قدامي كائن تكوينه الجسماني، راس جدي ليه قرون، جسمه مليان شعر كثيف، رجليه مفاش إلا 3 صوابع. خفت منه، ما كانش بيتكلم لكنه فتح بقه وريحة نفسه وحشة جدا. قمت من النوم ومنال بتقول لي فوقي، مالك؟ ها؟ لا مفيش، كابوس. وأنا كنت بعمل إيه؟ قالت لي أنت كنت بتحشرجي زي اللي هيكون بيموت أو بيطلع في الروح. قلت لها ده كابوس مفيش حاجة، وكملت نوم. تاني يوم رحت الجامعة، لقيت إسلام في وشي، بصلي بحزن كده وجي يمشي. قلت له استنى، انت بتبصلي كده ليه؟ قال لي لا مفيش. قلت له لا فيه، مالك؟ قال لي انا مش فاهم، انت فضلتيه عليا ليه؟ قلت له فضلت مين؟ انت مجنون؟ هو كان في حاجة بيني وبينك اصلا؟ قال لي لا بس انا بحبك. قلت له انا ما بحبكش وكفايه بقى لحد كده، وسبته ومشيت. وبدأت انتظم في دراستي عشان اخلص على خير. فعلا الترم الاول خلص، وكنا متفقين انا وكريم اني اخلص الترم الاول ونتجوز. وبدأنا نجهز كل حاجة. كنت فرحانة جدا وأنا شايفة نفسي في المراية بفستان الفرح. أختي قالت لي فستان حلو قوي عليكي. قلت لها عقبالك يا منال. فضلت مستنية كريم عشان يجي، ما جاش لا هو ولا أهله. الساعة بقت 12 والناس بدأت تمشي، وأنا حاسة إني مخنوقة. كنت خايفة على كريم وأنا بقلب في التليفون عشان أكلمه. تاني إيدي فتحت النت من غير ما أقصد، ولقيت نفس الرقم الغريب بعت لي صورة. فتحتها وكانت صدمة. كانت صورة كريم وهو مقتول. فضلت أصرخ لحد ما فقدت الوعي، ولما فقت لقيت نفسي على سرير في مستشفى وعندي صدمة عصبية حادة. معقولة كريم مات؟ كنت مساهمة ومش بتكلم مع حد. صحابي زاروني في المستشفى وحاولوا يهونوا عليا، لكن أنا كنت في عالم تاني خالص. الدكتور قال إن بنتكم في الأفضل تقعد معانا في المستشفى شوية. عدى عليا في المستشفى أسبوع مش قادرة آكل ولا أشرب، عايشة مع هليل. كل اللي قدامي صورة كريم وهو ميت. دي الحاجة الوحيدة اللي مش بتروح عن بالي. بعد أسبوع من المهدئات والمحاليل بدأت أفوق في الحالة اللي أنا فيها، والدكتور قال لبابا تقدروا تاخدوا بنتكم بكرة، بس أهم حاجة ترتاح ومحدش يتكلم معاها في حاجة ولا يفكرها في حاجة. نمت في الليلة دي، في آخر ليلة ليا في المستشفى. كنت حاسة إن اليوم ده مش هيعدي على خير، بس باب الأوضة خبط ولقيت ندى جايالي. المفروض إنها واحدة جاية تعزيني، لكن دي لابسة لبس كأنها رايحة فرح. وقالت لي قلبي عندك يا حبيبتي، البقاء لله. ماما وأختي كانوا مستغربين هي إزاي جاية باللبس ده عشان تعزي حد. ما ردتش عليها وقعدت شوية من غير ما نتكلم، وبعدين قالت أنا همشي بقى عشان خطيبي مستني بره، وقربت مني عشان تسلم عليا وقالت لي ربنا يجعلها أول أحزانك. بصت لها وكنت عاوز أقوم أجيبها من شعرها، لكن تملكت نفسي ومش عارفة إزاي. وبعد شوية لقيت إسلام جاي يزورني وقال لي بقاء الله. كان عاوز يتكلم بس أخد بعضه ومشي على طول. في اليوم ده نمت نوم عميق، لكن صحيت على اسمي بيتقال زينة، يا زينة. فتحت عينيا وفضلت اتلفت حواليا لكني مش شايفة حد، لكن الصوت اتكرر تاني، زينة، زينة. ده صوت كريم. ما كنتش مصدقة نفسي. مشيت ورا الصوت وأنا مسلوبة الإرادة. خرجت برا الأوضة والصوت بيخترق عقلي.
صوت هو اللي ماشيني لحد ما وصلت للمشرحة. أنا أول ما شفت الاسم بس الدم نشف في عروقي. الاسم وحده يخوف أي حد مهما كان قلبه جامد ومش بيخاف. الصوت لسه بيخترق عقلي. دخلت بمنظر جوه يخليك فعلا مرعوب. ركزت مع الصوت، كان جاي من تلاجة معينة في وسط التلاجات. بمد إيدي وأنا خايفة وبترعش، وفتحت التلاجة. كريم جوه التلاجة. فضلت أبكي، لكن حصلت حاجة خلتني أصرخ. الجثة فتحت عينيها وبصت لي وقالت أنت السبب في موتي. صرخت. دخل عامل المشرحة وبيقول لي إنت اللي دخلك هنا وبتعملي إيه؟ فضلت أقول له كريم عايش، كريم عايش. كنت زي المجنونة. الراجل قال لي كريم مين؟ اخرجي من هنا. بصيت على الجثة تاني، جثة كريم. الراجل خرجني وجات الممرضة رجعتني أوضتي، والدكتور قال لبابا من فضلك بنتك تتعرض على الدكتور نفساني. فضلت أعيط في الأوضة، والدكتور اداني حقنة مهدئة عشان أنام. نمت وحلمت إني واقفة في أوضة سقفها حاد وحيطانها سودا والأرضية بتاعتها سودا، ومكان كئيب مقبض. وشفت حد قاعد على الكرسي قدامي في الضلمة. كان كريم مقتول بطريقة فيها غل وكره، ومطعون بسكينة في كل حتة من جسمه. قربت منه وأنا بعيط. بدأت أقول له سامحني. رفع راسه وبصلي وعينيه حمرا زي الدم، وقال لي انت السبب في موته، انت السبب في موته. لقيته بيقوم من على الكرسي وبإيديه الاتنين بيخنقني، وبدأت أقاوم وأحاول أدافع عن نفسي. لكن صحيت على صوت الأذان، أذان الفجر. قمت واستغفرت ربنا. فعلا خرجت الصبح من المستشفى. أول ما خرجت جالي استدعاء في النيابة عشان موت كريم. رحت أنا وبابا، دخلت لوكيل النيابة وقعدت قدامه، وقال لي شد حيلك، البقاء لله، احنا هناخد كلمتين روتينيين وهتمشي. والده يتكلم وقال له يا فندم بنتي تعبانة ولسه خارجة من المستشفى. وكيل النيابة اتكلم وقال هي مش متهمة بحاجة، دول مجرد كلمتين. بدأ التحقيق بالتالي: أستاذة زينة، المرحوم كان على خلاف مع حد؟ تقول لأ. قال لي طيب الفترة الأخيرة كانت أعصابه مثلا؟ تقول لا لا، كان طبيعي جدا. أصل الأستاذ كريم لقيناه في بيت مهجور، مربوط على كرسي، مطعون ب20 طعنة. يعني معنى كده إن اللي قتله كان بينتقم، مش مجرد جريمة قتل. عموما تقدر تفضلي، ولو وصلنا لحاجة هنكلمك. مشيت ورجعت البيت من تاني، ومش عارف أفكر في اللي قتل كريم ولا في اللي بيحصل لي. صعب أرجع لحياتي من تاني، صعب أرجع أعيش وأضحك وأهزر. حطوا نفسكم مكاني. أنا واحدة عريسها مات يوم فرحها اتقتل. قررت أروح أزور كريم الله يرحمه. ماما حاولت تيجي معايا لكني رفضت، ورحت لوحدي. وقفت قدام القبر، فضلت أبكي وأقول له سبتني ليه؟ سبتني ومشيت ليه؟ رفعت إيدي أقرأ له الفاتحة، لقيت نفسي ناسية أي قرآن، زي ما تكون دماغي اتمسحت، حتى مش عارفة أدعي. ومشيت وأنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل معايا. وأنا ماشية عديت على الأوضة، أوضة التربي كان قاعد قدام الأوضة. قربت منه وقلت له عندك مصحف؟ رفع وشه وبصلي وكأنه شاف عفريت. برق وقال أعوذ بالله، انصرف، أعوذ بالله. وجري دخل أوضته. كنتش فاهم حاجة ورجعت البيت. وأول ما رجعت البيت لقيت التلفزيون شغال على سورة البقرة، وكانت الآية بسم الله الرحمن الرحيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن كفر الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق الله العظيم. أنا ما حسيتش بنفسي ولا دريت أنا بعمل إيه. أنا نزلت تكسير في كل حاجة. فضلت أصرخ لحد ما فقدت الوعي. شفت نفسي واقفة في أوضة، بس المرة دي كنت ماسكة سكينة وهي غرقانة دم، وقدامي جثة كريم. صرخت وحسيت بنفس سخن ورايا. اتلفت وكانت صدمة. لما اتلفت ورايا كان واقف مسخ بشع دميم مشوه، وشه متقطع وغرقان دم. صرخت وانا بقول انت عاوز مني ايه؟
ما كانش بيتكلم. بدأت أرجع بظهري لورا وأنا خايفة منه وقلقانة ومرعوبة، وبتنفض وهو واقف مكانه في ثبات تام. وفي لحظة جري ناحيتي. غمضت عيني بسرعة عشان مش عاوز أتخيل اللي هيحصل، لكني ما خبطش فيا. أنا حسيته بيخترق جسمي. صحيت وأنا بصرخ. لقيت أهلي كلهم واقفين جنبي، وفي دكتور جاي يكشف عليا وقال إن بنتكم أعصابها تعبانة شوية، من الأفضل ترتاح وما تتعرضش لأي ضغط. واداني حقنة مهدئة عشان أنام. نمت بعمق، ما حسيتش بنفسي، وصحيت على صوت رن تليفوني. كان رقم غريب. رديت. ألو، مين؟ أنا إسلام يا زينة. ريت ما تقفليش، اسمعيني، أنا بس عاوز أطمن وأساعدك. قلت له أنا كويسة يا إسلام، بس يعني تساعدني. قال لي أنا عرفت إن كريم مات مقتول، وعارف أنت حاسة بإيه دلوقتي. ممكن أساعدك لحد ما نعرف مين اللي قتل كريم. قلت له إسلام أنا بشكرك على عرضك ده، بس الحقيقة مش قادر أتكلم في حاجة دلوقتي. قال لي براحتك خالص، وقت ما تحتاجيني هتلاقيني. قمت ودخلت الحمام عشان أغسل وشي. نور الحمام بدأ يترعش. جيت أفتح الباب مش بيفتح. النور قطع خالص والمكان بقى ضلمة، مش شايفة حاجة، بس حاسة بوجودهم معايا. تخيل انت في الحمام والنور قطع، هتحس بإيه؟ مش محتاجة تفكير، هتموت من الرعب حتى لو مفيش حاجة حواليك. كفاية انك واقف في بيتهم ومكانهم. حسيت بحد واقف ورايا. اتلفت لكن ما كانش فيه حد. الباب خبط، فتحت الباب، خرجت للصالة. لقيت بابا بيقرأ قرآن. ما حسيتش بنفسي أنا بقول إيه، لأن مش أنا اللي بتكلم. صوتي وخارج مني بس مش بتحكم في نفسي. اسكت، ما تقراش تاني. وحطيت إيدي على وداني. اسكت. وبقيت أصرخ وأكسر في كل حاجة في البيت. أبويا حاول يكتفني، زقيته زقت 10 رجالة في بعض، وفضلت أشتمه وأنا مش عارف أنا بقول إيه. بدأت أمسك دماغي ووقعت على الأرض. بدأت أتشنج. كنت شايفة منال واقفة مستخبية ورا ماما مرعوبة. وهديت ونمت مكاني على الأرض. والدي شني ونزل بيا وقال أنا هحاول أتصرف وحل الموضوع. وأمي وراه. طيب فهمني، أنت رايح فين؟ فهمني. رايح للشيخ عارف. أمي ردت عليه وقالت ده دجال، هتودي بنتك يا دجال. قال لا أنا ما عنديش حل تاني، بنتك اتلبست. وفعلا من ساعة ما وصلنا لبيت الشيخ عارف، وأنا أسفة إني بقول عليه شيخ، بقيت مقبوضة وريحة مقرفة جدا. أول ما دخلنا كان باصص في الأرض وقال قعدوها قصادي، وفضل يتمتم بكلام مش مفهوم. وبعدها مسك قلم أحمر وبدأ يرسم على جبيني حاجة، ورجع تاني يتمتم بكلام مش مفهوم. لكن فجأة برق وعينيه جحظت لبره وكأنه بيموت وبدأ يتخنق. فضل يقاوم وبعدها قال قوم يا راجل، انت خد بنتك وامشي من هنا، علاجها مش عندي، واللي على بنتك جن عاشق، وللأسف هو بقى متحكم فيها وأنا مش هعرف أعمل حاجة. والعلامة اللي كانت في جبيني اختفت، معرفش ازاي. أبويا خدني ورجعنا البيت مش مصدقة اللي بيحصل. نمت بعمق معرفش قد ايه، لكن صحيت على صوت بيقول كل نفس ذائقة الموت. سمع صوت صراخ أمي وأختي. هو مين اللي مات؟ جيت أقوم وأنا متكتفة. لا، أنا متكفنة جوه نعش. اترفع النعش ورايحين هي ناحية المقابر. نزل النعش وخرجوني منه وفتحوا باب القبر. أول مرة في حياتي أدخل عايزة أكلم كل اللي حواليا وأقول إن عايشة، لكن مش عارفة. أنا متكفنة وأبويا وأخويا بينزلوني جوه التربة. عاوز أصرخ لكن مفيش صوت بيخرج مني. مفيش دقيقة وسمعت صوت باب القبر وهو بيتقفل. أنا وسط أكفان كتير بس لسه عايشة. كنت شايفة جوه القبر كويس، شايفة الكفن اللي جنبي بيتحرك وبيتقطع، خرج منه جثة وقعدت. كل ده بيحصل قدامي والجثة اتلفت. وبصيت له وصرخت لأن ده يبقى كريم، بس كريم مش مدفون هنا. أخيرا صوتي خرج مني. فضلت أصرخ لكن مفيش حد سمعني. تعرفوا قعدت في القبر قد إيه؟ قعدت 3 أيام من صراخ وعياط ومحدش معبرني. في اليوم الثالث سمعت حد بيقرأ لي الفاتحة. ده صوت إسلام.
طلعت على سلم التربة وأنا بنادي عليه وأخبط. قال مين بينادي عليا؟ قلت له أنا بعيط، أنا زينة، أنا عايشة، الحقني يا إسلام. من فتحة صغيرة شفت إسلام بيجري ناحية أوضة التربة بيخبط. تربة جاب المفاتيح وعباية من عبايات مراته وجري وفتح التربة. قال لي البسي دي استوري بيها نفسك. خدتها منه ولبستها وخرجت، وأول ما خرجت بره القبر فقدت الوعي. فتحت عينيا وأنا مش فاكرة حاجة. فلاش باك سريع كفيل إن انهار. أنا مش في البيت وعلى سريري، ومفروض إني رجعت من الموت. سألت منال هو أنت إزاي دفنتوني؟ قلت لي أنا جيت أصحيكي لقيتك قطع النفس ومش بترد عليا. جبنا لك دكتور وقال ماتت. ما كنتش مصدق اللي بسمعه. الأيام اللي بعد كده كانت صعبة، كوابيس وهلاوس، وخلاص بقيت ملبوسة ومجنونة. لحد ما في يوم لقيت إسلام جاي يزورني ومع واحد من منظره اسمه الشيخ سعد. قال لي رحبوا بيهم، ولقيت الشيخ داخل الأوضة وبيقول لي ازيك يا بنتي؟ قلت له الحمد لله. لقيت ماما جايباله مية وقربها من بقه وقرا عليها حاجة وقال اشربي. مسكت الكوباية وشربت، وزي ما تكون نار صرخت. حط ايده على دماغي وهو بيقول بسم الله أرقيكي من كل شيء يؤذيكي، أعوذ بالله وبحق لا إله إلا الله وبحق اسم الله الأعظم العزيز الجبار أن تصطرف الآن بالحسنى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله أرقيكي من كل شيء يؤذيكي. فضلت أصرخ وهو بيقول اخرج يا ملعون، اخرج بحق لا إله إلا الله، انصرف الآن. فضل جسمي يتنفض ورجعت كتير واترميت على السرير، لكن سمع كلام بابا. قال بنتي مالها يا شيخنا؟ قال له بنتك كان عليها جن عاشق مسلط بالأرضية، مسلط بالأذية والمرض حتى الموت. مين اللي أذى بنتي يا شيخ؟ سكت شوية ومعلقش. رد عليا مين اللي أذاها؟ لقيت منال هتخرج من الأوضة، لكن الشيخ قال على فين يا منال؟ قالت بتوتر هدخل الحمام. قرب منها الشيخ وقال ليه يا منال عملتي في أختك كده؟ قلت له عملت إيه؟ قتلت كريم. أحسن لك تحكي كل حاجة، أنا كنت حاسة إني بحلم. منال أختي هي اللي قتلت كريم ورا كل اللي بيحصل لي؟ كلمت منال وقالت الحكاية بدأت لما رحنا الساحل، شفنا كريم، حبيته من أول نظرة، لكن دايما كان مش واخد باله. حاولت أتقرب منه صدني وقال لي لا، لو حاولت أقرب له تاني هيفضحني. لحد اليوم اللي جه وتقدم لك فيه، نار كانت بتاكل في قلبي. ولاد الحرام دلوني على دجال، حاولت أعمل له هو عمل بالمحبة، لكن الشيخ قال لي الراجل ده مع تحصين والجن ما يقدرش يقرب منه. قلت أنا مش عاوزة البنت تعذب وتموت بالبطيء. ويوم الفرح بعت رسالة من رقمك لكريم عشان يجي المكان المهجور، وجيه واستخبيت وضربته على دماغه وربطته على الكرسي، والنار اللي جوايا خلتني أقتله. أيوة، بعدها معرفتش أعمل إيه. بابا سمع الكلام ده ونزل ضرب فيا بالأقلام، واتقبض عليا واتحولت لمستشفى الأمراض العقلية واتقال عليها مجنون، رغم صعوبة القصة إنها حدثت بالفعل. وبعد مرور سنة تقدم لها إسلام، وافقت عليه ورجعت أعيش حياتي من تاني. وقررت أشارككم القصة دي حقيقية أصدقاء بنسبة 100%. ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس، لو قلت رأيك مش هتخسر حاجة. يلا سلام.